بعد الانتهاء من إعداد المستند لا يتبقى سوى إجراء عملية الطباعة. فإذا أردنا طباعة نسخة واحدة من المستند بالكامل نضغط على الرمز الخاص بالأمر Print من شريط الأدوات القياسي، وبالضغط على المفاتيح Ctrl و P من لوحة المفاتيح أو فتح القائمة المسجلة فايل واختيار الأمر Print سوف يظهر المربع الحواري Print حيث يمكننا عمل الإعدادات الخاصة بعملية الطباعة. فنختار اسم جهاز الطباعة المستخدم في عملية الطباعة، وذلك في حالة وجود أكثر من جهاز طباعة معرف على جهاز الكمبيوتر أو متصل به. وكما نرى في جزء Printer تظهر الخواص الخاصة بجهاز الطباعة المختار، وهذه الخواص لا يمكن تعديلها من هذا المربع الحواري. ومن الجزء Print Range يمكننا اختيار طباعة جميع صفحات المستند باختيار All، أو اختيار مدى معين فقط بتشغيل الاختيار Pages وإدخال أرقام الصفحات التي نريد طباعتها في هذه الخانات. فنكتب مثلا الرقم 3 في الخانة From والرقم 5 في الخانة To، وذلك لطباعة الصفحات من 3 إلى 5. ومن الجزء Print What نقوم باختيار ما نريد طباعته، والوضع الافتراضي هو طباعة الصفحة الحالية فقط. ويمكننا طباعة منطقة محددة فقط من المستند باختيار الجزء الذي نريد طباعته من الصفحة قبل الدخول إلى المربع الحواري، ثم تشغيل الاختيار Selection من خيارات هذا الجزء. وباختيار Entire Workbook سوف يتم طباعة جميع صفحات العمل بالكامل أيا كان عدد هذه الصفحات. وباختيار Active Sheets يتم طباعة صفحة أو صفحات العمل الفعالة داخل المستند. فنترك الاختيار الافتراضي كما هو، وفي الخانة Number of Copies نحدد عدد النسخ التي نريد طباعتها سواء بتحريك هذه الأسهم أو بإدخال القيمة مباشرة في هذه الخانة، ثم نضغط OK. فيقوم البرنامج بطباعة المستند وفقا للإعدادات التي قمنا بعملها في المربع الحواري السابق، وهي في هذا المثال طباعة نسختين من الصفحة رقم 3 إلى الصفحة رقم 5.